ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا دايما بخير. معلش اتأخرنا عليكم الفترة الأخيرة، ما نزلناش حاجة، بس راجعين المرة دي بفيديو جامد قوي، يا رب يعجبكم. آه دي كانت سفريتنا للعين السخنة، وأول مرة أصلا نروح العين السخنة. فكانت تجربة جديدة بالنسبة لنا، وقررنا ان احنا نروحها بالعربية. المشوار كان طويل شوية علينا، كان حوالي 4 ساعات. بس الحمد لله يعني متحركين من بدري ووصلنا بدري. هنا بقى كنا دخلنا المكان، احنا كنا رايحين منتجع الجلالة، فندق الماجستيك، ماجستيك الجلالة. هنا احنا قعدنا شوية على ما نوصل للفندق، لان الطرق هناك داخلة على بعضها قوي، فعمال نلف ونرجع نلف ونرجع لحد الحمد لله ما وصلنا. وهنا كانت البوابة بتاعة الفندق بقى، وهنا دخلنا الريسبشن. بصراحة يا جماعة الفندق عالي، يعني بطريقة مستوى عالي جدا. انا هقول المميزات والعيوب اللي قابلتنا فيه، بما ان الواحد يعني راح كذا فندق قبل كده ف عارف. بس بصراحة الفندق التصوير ظلمه قوي قوي. هو ما شاء الله الفندق على مستوى عالي. الستاف اللي شغال هناك راقي، واسلوبه راقي جدا، بيقابلك بابتسامة من بره. ممنوع ان انت تنزل شنط او حاجة، هو بيجي يفتح العربية ينزل لك الشنط، بيستقبلك جوه. كل حاجة اتفضلوا جوه، احنا هنعمل كل حاجة، هنوصل لك كل حاجة. خدنا جولة في المكان على ما نستلم الغرف وكده. احنا كنا واصلين حوالي الساعة 10:30 11، والتسليم بيكون او واصلين 11 وشوية حاجة زي كده، فالتسليم بيكون من 12 واحدة. فقلنا ناخد جولة في الفندق نتفرج عليه ونتعرف يعني، ولحد ما التسليم ده بقى الغرف. بس ده الدور التحتاني، الريسبشن كان فوقنا بدور، وده الدور اللي تحت. فكل دي شاليهات أرضية. هي عالية عن الأرض لأن في جراج كمان تحت الفندق، في جراج كبير جدا تحت الفندق، هنوريهولكم برضو. وهنا ماشيين قدامنا، هنا هننزل على سلم هيودينا بقى قدامنا كده البحر. المنظر كان تحفة، الواحد كان جاي من طريق سفر بصراحة. أول ما شاف المنظر، احنا كنا شايفين صور الفندق على النت، بس لا، الطبيعة حاجة تانية. يعني أنا دلوقتي بتفرج على التصوير، لا التصوير ظالم الجو هناك. ودي فيلل تبع الفندق برضو، اللي بيأجر فيلل وبيأجر شاليهات، بتأجر غرف سويتات، أي حاجة انت عاوزها بتأجرها طبعا يعني. وبصراحة الفندق هناك أسعاره غالية، يعني الأسعار هناك غالية بصراحة. هنا نزلنا قلنا نستكشف كده ودي هنا شاليهات أرضية. والبسين بقى اللي هو البسين اللي هو الرئيسي، ده أكبر بسين شفته في كل الفنادق اللي أنا روحتها لحد دلوقتي. بسين حجمه كبير قوي قوي ما شاء الله. يعني هو الفندق ما فيش فيه إلا البسين ده الكبير، وفي بسين خلفي ورا للفلل في وسط الفلل يعني، بس بسين مفتوح أي حد يقدر في الفندق يدخله ينزله عادي. وفي هناك عند البحر برضه هوريكم في 2 بسين، بس بسين أطفال، لكن ده اكبر واحد. يعني ده ما شاء الله مساحته كبيره قوي قوي، تلم النظره بتاع الفندق كلهم. هنا شكل الفندق، وهنا الشازلونجات بتاعه البسين ما شاء الله. يعني شوفوا البسين حجمه قد ايه. واحلى حاجه ان هو مش عميق قوي، يعني عمقه لا بيوصل، يعني انا قصيره بس عمقه بيوصل لحد قبل الرقبه، فتقف فيه مرتاح يعني. هنا قلنا نروح نبص بقى على البحر. مساحة الجاردن هناك كبيرة بصراحة يعني. وفي هناك دي اللي على شمالنا دي منطقة ألعاب أطفال، كنا رحنا برضو فيها بالليل. فكذا لعبة كده الأطفال يعني بيروحوا يلعبوا فيها بالليل. وهو عامة الفندق أصلا لسه شغالين فيه، وهي مدينة الجلالة ذات نفسها لسه شغالين فيها يعني. واحنا رايحين الفندق كان في هناك مجمعات مطاعم ومجمعات ترفيهية، وهيبقى في هناك زي سوبر ماركتات كبيرة وحاجات من دي، بس كل ده لسه مش شغال، لسه بيشتغلوا فيه يعني عامة. وهنا برضو في الفندق نفسه بيعملوا فيه كذا شاطئ كمان. يعني احنا كنا واقفين كان فيه كذا شاطئ الناس شغالة فيه، لسه بيفتتحوه. يعني هو اصلا الشاطئ بتاعه في شاطئ رملي، وفي شاطئ تاني بننزل له بسلالم بينزلك على عمق في البحر على طول. انا هوريكم الوقت برضو. هو هنا الفندق جنب الجبال على طول، فكان بصراحة الجو حر، بس حر مقبول. يعني اللي راح شرم عارف ان الجو في شرم نار،
بس العين السخنة بيجي كل مرة والتانية كده تحس ان فيه شوية هوا. اوقات يكون الجو حر قوي قوي بصراحة، واوقات يكون انت ممكن تستحمله. لكن الغردقة هواها بالنسبة لي كان احلى من الاتنين، يعني الغردقة هواها احلى. لكن الفندق هنا ما شاء الله يعني مستواه عالي، مهتمين بتفاصيل كتير. انا عجبتني التفاصيل. المهم يعني هنشوفها مع بعض. هنا ده اللي قدامنا ده الشاطئ اللي هو المفتوح على البحر على طول، ده الشاطئ اللي هو الرملي. هو فيه صخور بس مش الصخور اللي هي بتعور، اللي هو زي الصخور اللي هي الناعمة اللي هو انت ممكن تقف عليها، بس برضو محتاج شوز يعني عشان تقدر تنزل البحر هتبقى محتاج شوز. هنا بقى اللي هو البحر التاني، اللي على يميننا وشمالنا دي بسينات، بس بسينات اطفال. انت كبير عاوز تنزل فيها بس احنا بصراحة مجربناش، يعني احنا كنا بننزل اللي هو الكبير اللي هناك. هو حتى هم عاملين شازلونجات للاطفال، حجمها صغنن كده بس جميلة. منظر البحر كان يهبل. الساعة كانت 12، الساعة كانت 1 الظهر، والجو كان نار، بس المنظر كان عاجبني قوي. هنا بتاع البشكيرات طبعا بقى الناس عارفة ان انت بتستلم كروت بعدد الافراد، بتستلمها في الريسبشن، بتروح في اي منطقة في كل مكان، الشط هنا والبسين هناك، واي بسين بيبقى موجود عليهم بتاع بشكيرات، بتسلموا الكارت، بيديك البشكيرات وانت ماشي بترجع البشكيرات وتاخد الكروت بتاعتك. شايفين يا جماعة منظر المية تحفة. المهم هنا بقى استلمنا الأوضة الحمد لله. الأوضة رهيبة ومساحتها جميلة قوي قوي قوي، والتفاصيل انا عاجبني فيها التفاصيل والديكوريشن الإضاءة. هنا بقى بينزل لنا ازازة المية كل يوم. طب نبدأ بالحمام. هنا الحمام دي الكابينة بتاعت الاستحمام يعني. وطبعا فينا اللي هو 2 بشكير و2 فوط، وفوطة اللي بتبقى على الأرض. حاطين شامبو، شاور جل، بلسم، بادي لوشن، حاطين بونيه بيتلبس على الشعر، حاطين اللي هو القطنة بتاعت مزيل الميك اب، وهنا استشوار طبعا، وحاطين صابونة والمراية اللي هي الليد والتويلت طبعا. هنا بقى مراية، وفي هنا ترابيزة مكوى انا جربتهم تحفة. الخامة يعني الماركات اللي بيستخدموها بصراحة ماركات جميلة يعني. وهنا الدولاب طبعا والخزنة. وهنا كانوا حاطين كيس اللي هو اللاندري الغسيل اللي بينزل، وهنا كانوا حاطين ابرة وخيوط وزراير، وكانوا حاطين ورنيش للشوزات يعني. وهنا طبعا الكتل، كوبايات شاي، نسكافيه، سكر، بيطلع كل يوم ازازتين مية. وهنا الميني بار. بس انت خلصت المية بتشتري بقى. المية هناك ما شاء الله يعني ازازة الصغيرة ب15 والكبيرة ب30، اسعار سياحية يعني. هنا طبعا بقى التسريحة والمنيو والتلفزيون كان هناك كان رهيب. التلفزيون متوصل بالنت على طول، انت بتفتح بتلاقي اجدد الافلام موجودة، اجدد المسلسلات موجودة، عربي اجنبي تركي، اي حاجة انت بتحبها، والكرتون الاطفال كله من على النت. كل حاجة على النت بتفتح تلاقيها، مش بتحمل حاجة، كله شغال وشغال ما بيقطعش يعني. النت هناك حلو، والاوض والفندق كله بيوصل لحد بره، النت شغال معاك، ساعات بيعلق وبيضعف شوية وساعات شغال تمام عادي. وهنا بقى هندخل البلكونة، كانت جامدة شوية عليا، مكنتش عارفة افتحها يعني. المهم فتحناها. هنا بقى الفيو بتاع البلكونة. هنا بقى الفيو بتاعي خلفي اللي هو البسين التاني اللي بيبص على الفلل. الفلل دي تبع الفندق، والبسينات دي تبع الفندق. وهنا بقى منظر البحر كان رهيب برضه يعني. هو كان ماسك البسين وماسك الخضرة، الجبال، ماسك البحر. كان الفيو بتاعي كان عاجبني قوي بصراحة. هنا كان في ناس هنا في البسين. والجبال. والفندق اللي فوق ده فندق هيلز، فندق برضو توليب الجلالة هيلز. واللي تحت الكراسي البيضة دي مطعم، ده المطعم برضو هنصوره وكده. المهم الفيو كان حلو قوي. هنا بقى الطرقة. بصوا يا جماعة، مهتمين بالديكوريشن اللي في الطرقة. الازاز
الموكيتات اللي مفروشة، تحس ان هي لا شيك شيك قوي. وهنا اللي هو احنا كنا في الدور الرابع اخر دور، وفي هنا سلالم وفي هنا اسانسير، يعني اللي مش حابب ينزل بالسلالم. هما كانوا 3 اسانسيرات بس كان الضغط عليهم جامد قوي، يعني احنا كنا بنضغط ال3 اسانسيرات ونستنى بقى اللي يطلع لنا فيهم. ما هو 3 اسانسيرات على الفندق كله. الديكوريشن، وكانوا حاطين جهاز كده، بتحط الشوز بتاعتك بيلمعها لك، وفي ناحية بتلمع وناحية بتورنش. كانوا مهتمين بتفاصيل عجيبة أول مرة أشوفها بصراحة. هنا الريسبشن بقى من فوق تحفة. طلبنا بقى الأسانسير بصوا احنا المشكلة ان هو ايه، الفندق فطار وعشاء بس، مفيش فيه اصلا الغدا. فاحنا كنا مسافرين خارجين من البيت 7 الصبح واصلين 11، فاحنا ملناش فطار يوم الاستلام، فالعشاء بيبدأ من 7 بالليل. فاحنا كنا جعانين جدا ومكناش واخدين معانا حاجة، فاضطرينا ان احنا نطلب حاجة من الفندق. بصراحة يا جماعة الاسعار هناك اوفر قوي، يعني هو انت يعني انت عاوز اللي يبقى جايلك معاه بادجت عالي قوي. فالبيتزا كانت ب230 جنيه، كانت ارخص حاجة اصلا. المهم ده الحمام اللي هو العمومي، اللي هو تحت في الريسبشن. كان ما شاء الله يعني كان رهيب. مش عارفه اقول عليه ايه، بس كان لا نضيف جدا جدا وكان جميل ما شاء الله. ده الفندق بالليل بقى. هنا كان بيتعمل حفلات بالليل للاطفال بس. وده كان الفطار، والاكل بتاعهم حلو قوي قوي ممتاز يعني، بس هما بيعاقبونا بحلاوه الاكل ان مفيش غدا. هنا بقى نزلنا البسين. هو يعني العيب الوحيد بالنسبه لي بس موضوع الاسعار، وموضوع ان هو كان طول اليوم مفيش سناكس خالص. يعني احنا كنا فاكرين قلنا اكيد طالما مفيش غدا على الاقل هيبقى في سناك على البحر على البسين، زي ما بشوف في الفنادق التانية بيعملوا اللي هو سندوتشات برجر بطاطس حاجات من دي. ان هو بيكون على الاقل بيكون في عصاير وميه فري طول اليوم. لا، الفندق مفيش فيه ولا عصاير ولا ميه ولا اي سناكس ولا اي حاجه خالص طول اليوم. انت لو عطشان بتشتري ميه، وميه غاليه. هناك حتى في سوبر ماركت تحت في الفندق، يعني مفيش في عيش مفيش في جبن مفيش في حاجات من الحاجات دي. هو اللي يتاكل فيه اندومي بس، بيبيعوا الاندومي كان ب15 جنيه. فكان عقاب بصراحه موضوع الجوع ساعه الغدا ده. المهم هنا بقى كنا رحنا بقى نجرب البحر. المستوى بتاعه كان عالي لدرجة ان هو كان طالع فوق اللي هو الستاند الخشب ده، اللي هو المفروض احنا بنقف عليه وبننزل اصلا من سلالم عليه. بس المياه كانت رهيبة. انا بصراحة خفت انزل عشان كان في سمك كتير. هو صغير بس انا بخاف يعني. هنا بقى كنا عايزين نخرج، فاحنا مجرشين تحت الفندق، في جراج كبير تحت الفندق. الجراج ما شاء الله في 2 موظفين يعني، وعمال قاعدين تحت بيروحوا بقى يمسحوا لك العربية ينظفوها، بيفضلوا معاك لحد ما تركن ولحد ما تطلع. بصراحة ناس ذوق قوي يعني. كل الاستاف اللي شغالين حتى اللي بيطلعوا اسمه ايه الروم سيرفيس وكده، كلهم ما شاء الله بيبتسموا في وشك، بيشوفوا انت نفسك في ايه ويعملوه لك يعني. هنا كنا طالعين بقى من الفندق عشان كنا عايزين نروح نتفرج على بورتو السخنة. يعني احنا بنسمع عنها وكده، بس كنا عايزين نخرج يم الفندق، يعني نروح نتفرج على المكان برا. مش بعيد على فكرة، احنا قعدنا بتاع حوالي ممكن 10 دقايق تقريبا، 10 دقايق وكنا في بورتو السخنة، يعني مش بعيدة خالص. هما بيسلمونا. ده الفندق بالليل كان بيبقى شكله رهيب بالليل يا جماعة، الإضاءة بتخلي شكله رهيب بالليل. توليبي الجلالة ماجستيك. بيسلمونا بون كده، كل ما بنيجي خارجين بنوريه لهم، وبياخدوا رقم الغرفة لحد ما بنيجي نعمل تشيك اوت بنسلم لهم الورقة دي بقى. ده الطريق. دي بورتو السخنة بقى، اكيد يعني في ناس هتبقى عارفاها، بس احنا كنا اول مرة ان احنا نروحها ونشوفها يعني. برضو الاسعار هناك سياحية جدا يعني.
هما بيعاقبوا الناس اللي بتروح هناك، ما اعرفش يعني الناس اللي عايزه تروح تتفسح هناك بيعاقبوها يعني. المهم ده كنا دخلنا حاجه زي مول كبير قوي، مش فاكره اسمه كان ايه. في بقى اللي هو تحت في سينمات مليان محلات، اي حاجه انت عاوزها، في اللي هو الديكورات دي، حاجه زي الجبل كده، وميه، وبتأجروا بيأجروا اللي هو كان الموتوسيكل اللي في البحر ده بيأجروه. انا بقى كنا واقفين نتصور شويه، وكنا بنتفرج يعني على المحلات، على الاسعار، على الدنيا، يعني كنا بنتمشى بناخد فكره عن المكان وكده. وهنا بقى مليان بقى كافيهات، يعني كل شويه كافيه كافيه كافيه، واللي بيعمل عروض واللي واقف يندهلك، وهم مش عاملين اي استراحات مجانيه بحيث ان اللي تعبان لازم يدخل كافيه عشان يقعد. واحنا عملنا كده، احنا تعبنا من كتر المشي، فاضطرينا ان احنا اصلا ايه ندخل كافيه. ودخلنا يعني مكان لذيذ كده، شربنا عصير وقهوة ونودي لعبت شوية هنا. يعني يا جماعة هنا العربية دي بنركبها في راس البر وبنركبها في اي حتة تانية ب10 جنيه، هنا ركبناها ال10 دقايق ب50 جنيه. فشايفين الاسعار متفاوتة ازاي، بس مش مشكلة يعني، احنا قلنا هي فسحة وبتاع. هنا بقى كنا رجعنا الفندق، ونازلين بقى نجرش تاني العربية. والجراج كانت نزلته صعبة بصراحة. شفته هو على عمق قد ايه من الفندق. بس حلو يعني، انا شفت فنادق قبل كده مبقاش فيهم الجراج الخاص، العربيات بتفضل مجرشة بره الفندق او في اي مكان بره، فبتتعرض للشمس بصراحة بطريقة صعبة يعني. هنا بقى عملنا اصعب حاجة عملتها في حياتي، انا واحدة عندها فوبيا مرتفعات، ومحمود قرر ان احنا نروح نركب التلفريك. انا اصلا ما كنتش مستوعبه، ما شفتلوش فيديوهات قبل كده. انا اعرف بينقل من مكان لمكان، بس انا فاكره ان هو نفس المستوى. ما اعرفش ان احنا هنطلع. انا كنت هنا بصرخ، وكنت فاكره ان احنا اخرنا اللي هو اللي قدامنا ده اللي هو العلامه دي. فما كنتش اعرف ان احنا نطلع عن كده. جماعه احنا طلعنا 9000 متر فوق الارض. انا كنت بنهار، اقسم بالله انا كنت بنهار. هو شرح لنا، بس انا برضو ما كنتش مستوعبه يعني ايه 9 كيلو برضو فوق الارض، مش مستوعبه. واللي هو الموظف اللي كان هناك قبل ما نطلع بقى عمال يقول لنا اساليب الامان ونعمل ايه، ولازم نقعد متوازنين وكده. وقال لنا بصوا حظكم بقى ان انتوا التلفريك بتاعكم هيبقى شفاف من تحت، هيبقى ازاز من تحت. قلت له ما شاء الله عليك وعلى اخبارك يعني. انا واحده بترعب، انا بترعب حرفيا. انا عماله ابص الاقي السلوك لسه مكمله يا جماعه، وبص الاقي الموضوع صعب. التصوير مش جايب، اقسم بالله ما جايب 1% من ضخامة الجبال وبعد المسافة عن الارض. ما هوش جايب، لا مش مصور. المنظر ما كانش بالسهولة دي. الجبال كانت حجمها مش طبيعي، كبيرة كبيرة، والصخور كبيرة قوي. و... واحنا كان باين الارتفاع، كان باين الارتفاع جدا. فانا قاعدة هنا، انا كنت بعيط. هو طبعا الفيديو مقصوص منه. انا كنت بصرخ، وكل شويه الاقي حد عمال يقول لي ايه الاطفال معديه جنبنا عماله تضحك وانت عماله خايفه ليه. بس لا، انا واحده بركب الساقيه اللي هي بتبقى في الملاهي، بصرخ حرفيا والناس بتضحك عليا. فتلفريك ايه اللي اطلع فوق سطح البحر 9000 متر ده. فالموضوع كان مريب. انا قلت له انا عمري في حياتي ما هجرب التجربه دي تاني. الموضوع بياخد 20 دقيقه رايح، وبناخد استراحه هناك إيه برضو بتاع 20 دقيقة، وبنرجع تاني 20 دقيقة. هنا بقى كنا وصلنا بصراحة. أنا اللي كان مخليني منبهرة، انتوا ازاي وصلتوا فوق القمة دي؟ بنيتوا وفي فيلا يا جماعة، في مدن. احنا عدينا فوق مدن، وانا طالعة يعني للجبل فوق كده، عدينا على مدن مبنية. جماعة انتوا طالعين فوق تعملوا ايه يعني؟ خلاص الارض انتهت، طالعين تبنوا في مدن فوق الجبال ليه يعني؟ واللي هيشتري فيلا فوق 9 كيلو فوق سطح البحر، انت طالع فوق تعمل ايه؟ دي المحطة اللي احنا كنا نزلنا فيها. فبصراحة ابهروني، يعني المكان هناك ابهرني. انا بقى خلاص طالما وصلت على سطح على ارض مستوية، خلاص تمام، انا بالنسبة لي مفيش مشكلة. هنا بقى سبحان الله يعني، هنا بقى الجبال والبحر اللي هو باين بعيد قوي قوي، ده البحر.
وزارعين وبانيين وفي عمال وفي ناس وفي دنيا تانية خالص في المكان اللي انا فيه ده. فسبحان الله يعني احنا كنا عاملين طول الطريق سبحان الله. هم بنوا المحطات دي فوق الجبل ده ازاي، وبنوا الدنيا دي ازاي، وعملوا كل ده ازاي يعني، ما شاء الله. المهم كانت رحلة لذيذة عمرها ما تتكرر تاني ان شاء الله يعني. وهنا بقى الريسبشن. المطعم الفندق كان فيه 3 مطاعم رئيسية، كان فيهم احلى واحد بقى كنا بنحب ناكل فيه. بس هما بيبقوا نفس المنيو يعني، هو عشان بس عاملينه عشان زحمة العدد وكده، كل واحد يقعد هم عاملين 3 ستايلات مختلفة يعني، ادخل الستايل اللي يريحك. احنا جربنا ال3 ستايلات. هنا بقى كنا خلاص عملنا تشيك اوت وماشيين، كنا حقيقة هنعيط بدموع ان احنا ماشيين بصراحة. الجو هناك بيحسسك ان انت حاجة فخمة كده، الدنيا هناك فخمة قوي قوي. هنا بقى كنا ماشيين معديين على الكارت. المهم في المجمل يا جماعة كانت رحلة جميلة وخفيفة وممتعة الحمد لله، اتبسطنا فيها. اتمنى ان انتوا كمان تتبسطوا من الفيديو ده ويعجبكم. يا ريت تضغطوا لايك واشتراك في القناة، واستنونا ان شاء الله.